وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله، وعلى أهل بيتك المظلومين. لعن الله الظالمين لكم والغاصبين لحقكم، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. يا غريب يا مظلوم كربلاء، قضى الزكي فنوحوا يا محبيه وابكوا عليه فذي الأملاك تبكيه. قضى ابن فاطمة الطهر البتولة من عم البرايا جميعا في أياديه، قضى وقد قطعت أحشاؤه قطعا وصار يقذفها بالطشت من فيه، حتى قضى بنقيع السم مضطهدا وجرع الحتف قسرا من أعاديه، مسموم الحسن والسمرد كبده، وفاضت روح وحسين الصباط عنده، فاضت روح من للجود هو الروح، وظل حسين ينعاه بدمع مسفوح، وما جت أرض طيبة كان سفينة نوح، بطوفان الدمع والهم على فقده، وغسله الذي ما حصل له تغسيل، وشالوا نعش بالتكبير والتهليل، والتفصيل يصعب والله التفصيل، لمن رادوا يدفنوه يا مجده حدث خلى الحسرة والحسرة علينا تزيد، يوم المرة تنادي وأشرت بالإيد، هذا ما أحبه وادفنوه بعيد، وصار الصار وزاد الحسرة والشدة، ما راعوا شرف جده ولا فضله،
ابن عشا سددوا كم نبله وحسين بيمينه كم سهم سله وظل يبكي ودموعه غرقت خده. بعد وين المصيبة؟ قال رد الدار أخوه يسلي أيتامه ولقى زينب حزينة تصيح قدامه نظر لها ورمى عن راس العمامة وتذكر حالها وشلون من بعده عقب عينه لو ان بالعين ينظرها بلا والي وزجر بالصوت يضربها إذا بحاء رضاء سلبة يمرمرها أنا مناد ومصيبتان. الأمر والمرجع لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا عدوان إلا على الظالمين وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ورد عن إمامنا المجتبى عليه السلام والله لو وجدت أنصارا لقاتلت معاوية ليلي ونهاري. لتعجيل فرج مولانا صاحب العصر والزمان صلوا على محمد وآل محمد. من جملة المسائل التي اهتم بها علماؤنا الأعلام في تحقيقها ودراستها هي مسألة الصلح الذي كان بين إمامنا المجتبى عليه السلام وبين معاوية. وهذا البحث قد درسه الأعلام من جوانب متعددة، فبعضهم درسه من ناحية الشروط التي اشترطها إمامنا المجتبى عليه السلام على معاوية، وكيف أن هذه الشروط قد مهدت الأرضية لخروج سيد الشهداء وأن يقوم بهذه النهضة المباركة. وأيضا بحثه البعض من ناحية الآثار التي ترتبت بعد هذه الهدنة وهذا الصلح. فما هي الآثار التي ترتبت؟ فهل كانت هنالك فائدة عائدة على الإسلام والمسلمين من هذا الصلح أم لا؟ لم تكن هنالك فائدة ولم تكن هنالك آثار ترتبت على هذا الصلح. وبعضهم درسه من نواحي متعددة، من ناحية فقهية، من ناحية عقائدية، وإلى آخره. من جملة الأمور المهمة التي ينبغي التركيز عليها في هذا الصلح المبارك
هو ما هي المفاهيم التي بلورها إمامنا المجتبى عليه السلام بهذا الصلح. هنالك مفاهيم كانت على شيء قبل صلح الإمام، حينما صالح الإمام معاوية هنالك مفاهيم من خلال الصلح الإمام بلورها. ما هي هذه المفاهيم التي بلورها ووضحها إمامنا المجتبى عليه السلام بحيث أنه ضمها إلى ماذا؟ ضمها إلى دائرة المفاهيم الإسلامية، فأصبحت بشكل واضح وصحيح عند الجميع. المفهوم الأول الذي وضحه إمامنا المجتبى عليه السلام وبلوره أن الإمام يبقى إمام سواء تصدى إلى الحكم أو لم يتصدى. وهذه المسألة أشار إليها القرآن الكريم، بحيث أن العلماء قالوا بأن نفس الأدلة التي يحتج بها على النبوة يمكن أن نحتج بها على الإمامة. فمن جملة الأمور التي كان يخلط فيها البعض بأنه إذا صدق على هذا الإنسان بأنه إمام إذن لا بد أن يتصدى إلى ماذا؟ إلى الخلافة والرئاسة، بينما القرآن الكريم بيّن بأن هنالك مجموعة من الأنبياء لم يتصدوا إلى الخلافة، لم يتصدوا إلى الرئاسة، مع ذلك لا يوجد أحد يشكك في أن هؤلاء هم الأحق بالخلافة والإمامة أو بالرئاسة. مثلا أنت حينما تأتي إلى نبي الله إبراهيم، نبي الله إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه اعتزل القوم وما يدعون إليه، وأصبح معتزلا عن قومه وبعيدا عنهم، ومع ذلك لا أحد يقول بما أنه اعتزل عن قومه وابتعد عنهم إذن هو ماذا؟ هو لا يستحق الخلافة ولا يستحق الرئاسة. لا، منصب الرئاسة منصب الولاية يكون ثابتا إليه سواء تصدى إليه أو لم يتصدى. شوف المصداق الثاني أيضا نبي الله يوسف، رب السجن أحب إليه. هو حينما يكون في السجن هل بإمكانه أن يتصدى إلى الإمامة أو يتصدى إلى الرئاسة؟ عفوا، لا يمكنه ذلك. مع ذلك لا يوجد أحد يستطيع أن يقول هو لا يستحق هذا المنصب بما أنه فضل البقاء في السجن. ليش أنت تروح بعيد؟ نبينا المصطفى صلى الله عليه وآله، اللهم صل على سيدنا. النبي المصطفى صلى الله عليه وآله متى استلم مقاليد الحكم والرئاسة؟ يقول النبي صلى الله عليه وآله ما استلم مقاليد الحكم والرئاسة إلا بعد أن كان في المدينة، وإلا هو لما كان في مكة لم تكن الرئاسة عنده، حينما كان محاصر في شعب أبي طالب لم تكن الرئاسة عنده، وإنما النبي تصدى للرئاسة والخلافة حينما ماذا؟ حينما هاجر إلى المدينة. إذن النبي يبقى نبيا وهو الأحق بالخلافة والرئاسة والولاية حتى وإن لم يتصدى لها. وبما أن نفس الأدلة التي يستدل بها في النبوة يستدل بها في الإمامة، إذن الكلام هو نفس الكلام نحو القذة بالقذة. فالإمام من خلال الصلح بين هذه المسألة. هذه المسألة ما كانت واضحة عند المسلمين، كما ذكرنا المسألة كانت عند المسلمين إمام يعني أنت الخلافة عندك، إذا كانت الخلافة ليست عندك فأنت ليس علينا بإمام. الإمام من خلال صلحه بين أن الإمام يبقى إمام وهو الأحق بهذا المنصب. شلون؟
بعد أن صالح الإمام معاوية دخل عليه شخص يقال له أبو سعيد. هذا أبو سعيد التفت إلى الإمام الحسن قال له: سيدي، لم داهنت معاوية وأنت تعلم بأن الحق معك لا معه؟ إذا أنت تدري الحق وياك تروح تصالح ليش؟ شوف الإمام ماذا أجاب بهذا الجواب. قال لي: يا أبا سعيد، ألست الإمام من قبل الله؟ قال لي: بلى. قال لي: ألست الحجة من قبل الله؟ قال لي: بلى. قال لي: ألم يبلغك قول رسول الله: الحسن والحسين إمامان قاما أو قعدا؟ قال لي: بلى. قال لي: إذن لا يجب أن يسفه رأيي، فأنا إمام سواء قمت وأنا إمام سواء قعدت، أنا إمام سواء حاربت وأنا إمام سواء شنو؟ صالحت. يقول: لم يجب عليكم أن تسفهوا رأيي حتى وإن كان وجه الحكمة غائبا عنكم. حتى لو أنتم ما تدروا شنو وجه الحكمة ما تعترضوا. ليش؟ يقول: أما سمعت بحادثة الخضر مع موسى؟ فكم من مرة اعترض موسى على الخضر، لكن حينما علم ما هي المصلحة من الأفعال التي قام بها الخضر سلم بها وأذعن. إذن المفهوم الأول اللي بينه الإمام بلوره الإمام من خلال صلحه المبارك هي مسألة ماذا؟ هي مسألة أن الإمام يبقى هو الأحق بالخلافة وإن لم يتصدى له. هذا مفهوم. المفهوم الثاني الذي بلوره الإمام ووضحه هو التسليم المطلق للإمام المعصوم. شوف الإمام صلوات الله وسلامه عليه قبل أن يصالح كان الناس يتعاملون مع الإمام بأنه شخص يمكن أن يخطئ ويمكن أن يصيب. هذه مسألة أن الإمام معصوم وأن الإمام لا يقوم إلا بما فيه مصلحة إلى الناس لم تكن المسألة واضحة عند الجميع. الإمام من خلال صلحه بين أن الإمام وظيفتنا في التعامل معه هو التسليم المطلق. قال لنا حرب قلنا حرب، ما قال لنا حرب إذن نقول أيضا ليس بحرب. هذا مفهوم بينه الإمام. لذلك كم وكم من شخص دخل على إمامنا الحسن وقد اعترض عليه. الإمام قال له: أنت ما تتعامل وياي بهذا الأسلوب، أنت تتعامل معي من خلال التسليم المطلق، من خلال صلحه حينما قال إلى أبي سعيد: إذا كنت إماما من قبل الله وأنا الحجة من قبله لم يجب أن يسفه رأيي. يعني أنتم وظيفتكم شنو؟ وظيفتكم وياي التسليم. هذا المفهوم ما كان واضح في زمن ما قبل الصلح، بعد الصلح أصبح واضحا. لذلك تجد روايات كثيرة عن إمامنا المجتبى، عن إمامنا سيد الشهداء، عن إمامنا الصادق الباقر، جميعها تؤكد على مسألة التسليم، وإن شاء الله في الليالي القادمة نحن نتعرض إليه بشكل مفصل. هذا هو المفهوم الثاني الذي وضحه الإمام. المفهوم الثالث مفهوم العزة. أكو مجموعة من المفاهيم لا تكون واضحة أو ربما تكون واضحة إلا أن الناس يخطئون في التطبيق. عندنا مفاهيم غير واضحة، يأتي المعصوم ويبين لك ماذا هذا المفهوم. يعني من باب المثال مفهوم الربا قد يكون من المفاهيم غير الواضحة عند الناس، يأتي المعصوم ويبين لك ما هو المراد من الربا، هذا مفهوم غير واضح عند الناس.
مفهوم الصلاة غير واضح، يأتي الإمام ويوضح لك ما هو المراد من الصلاة وكيف تكون. هذه مفاهيم غير واضحة. عندنا مفاهيم واضحة والعرف يقوم باستخدامها، إلا أنهم يخطئون في التطبيق. واحدة من المفاهيم الواضحة عند جميع الناس ويستخدمونها في محاوراتهم مفهوم العزة. مفهوم العزة من المفاهيم الواضحة عند جميع الناس، مثل ما أن مفهوم العزة واضح، مفهومها المقابل أيضا وهو مفهوم الذلة واضح عندهم. لكن الناس وين يخطئون؟ يخطئون في التطبيق. الإمام وضح لهم شنو مفهوم العزة، هذا المفهوم ما كان واضح، بل أنا أعتقد بأنه إلى يومك هذا مو واضح عند كثير من الناس، لأنهم يخطئون في تطبيقه. شوف، يعني من الأمور والأمثلة أنهم يطبقون الناس هذا المفهوم بشكل خاطئ. حينما ظهر مقطع لبعضهم قال بأننا لا نقبل بأن سيد الشهداء قد طلب من القوم أن يسقوه ماء. ليش؟ قال لك لأن هذا ذل. أن الحسين يقول اسقيني قطرة من الماء، أو يقول له وحق جدي أنا عطشان، يقول هذا ذل ما يقبل لسيد الشهداء. هذا دليل على أن مفهوم العزة مو واضح، ومفهوم الذل يطبق بشكل خاطئ. شوف الحسين فتح له باب الشفاعة، وأضمن لك الشفاعة عند جدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. شلون الإمام وضح مفهوم العزة؟ وضح مفهوم العزة حينما دخل عليه كثير من الشخصيات اعترضوا على إمامنا الحسن. مو واحد ولا اثنين، الناس كل ماسكين على حجر بن عدي رضوان الله تعالى عليه، لا، في أكثر من واحد دخل على الإمام وسلم عليه بهذا السلام. بعد الصلح دخلوا على الإمام فقالوا له السلام عليك يا مذل المؤمنين. فالإمام قال لهم أنا لست بمذلهم، أنا معز المؤمنين. يدخل الثاني يا حسن لقد أذلت رقابا. الثالث دخل عليه قال لسيد، قال له ليتك مت ومتنا ولم تداهن معاوية. شوف الإمام هنا صار يبين لهم شنو مفهوم العزة. هو مفهوم العزة كان عندهم شنو معناه؟ مفهوم العزة قتال. تريد تكون عزيز يعني شنو؟ قاتل. عزيز حارب، عزيز تحارب وتقتل، هذا مفهوم العزة عندهم. إجا الإمام بين قال العزة ليست دائما بالقتال، والشجاعة ليست دائما بالقتال. شوف الآن إنسان ما عنده أنصار ولا عنده عدة وعتاد ويخرج إلى القتال والحرب، العقلاء وش يقولوا عنه؟ يقولوا عن هذا الموقف شجاعة؟ لا، يقولوا تهور، يقولوا هذا متهور، هذا ما عنده حكمة أساسا ولا عنده حنكة. لكن لما إنسان يصبر على الواقع المر وبهذه الطريقة التي قام بها حافظ على وجود التشيع، النتيجة هذا عز لو مذلة، هذا عز. الإمام صلوات الله وسلامه عليهم قال لهم أنا صالحت أو حاربت، أنا أرى وين المصلحة. قالوا ليش صالحت؟ قال لهم لو لم أصالح معاوية لم يبقى منكم أحد. أنا لو صالحت معاوية يبقى إليكم وجود؟ ما يبقى للتشيع وجود، ما يبقى إلى الإسلام وجود. لكن أنا حفاظا على حياتكم ماذا؟ صالحت معاوية. ولذلك ينقل التاريخ 10 سنوات بعد هذا الصلح الناس يعيشون في أمن وسلام ببركة صلح الإمام. هذا سبب الإمام بيّن. السبب الثاني قال لهم قلة الناصر، ما في ناصر، قلة الناصر.
وهذه الرواية التي افتتحنا بها الحديث حينما اعترض عليه البعض قال له والله لو وجدت أنصارا، لو عندي أنصار لقاتلت معاوية ليلي ونهاري، بس أنا شنو؟ ما عندي صلح، ما عندي أنصار. إلى درجة أنهم خططوا على تسليم الإمام إلى من؟ إلى معاوية. بالله عليك هذول الأنصار. ويجي الإمام إلى منطقة الصابات ويقومون بطعنه بمعول في فخذه. تدري أنت شنو المعول شيعي؟ يقولوا آلة حادة تكسر بها الجبال. طعن الإمام فيها في فخذه، وبعدين يبعث إلى معاوية إلى ملك الروم علي بسم فتاك لأقتل عدوي وابن عدوك، وجابوا له السم. الإمام من متى يعاني حرارة السم؟ من قبل محرم إلى يومك هذا 40 يوم والإمام يجود بنفسه. دخل عليه الحسين شافه يرفع رجلا يضع أخرى من حرارة السم، قام وصارت دموعه على خده. قال له أبو علي لا تبكي، ترى لا يوم كيومك يا أبا عبد الله، يوم يزدلف عليك 30,000 رجلا ويذبحونك غريبا عطشانا. جيء له بالطشت وصار الإمام يقذف كبده، بينما هم كذلك وإذا بالباب تطرق. خب أنت تعرفها من اللي على الباب؟ هذه فخر المخدرات، هذه أم المصايب. سمعها وصاح نادى من وراء الباب، يا زاير مو وقت هذا ويا الأجناب، وقت عندي أودع بس الأحباب، واريد زينب توافي إلي. قالت أن الدار الحزن بي ولفاني، سليتاني المصايب ما ظن سلات، أني زماني يا ولي ولاني، من يوم النبي وأنا برزية. يلا الليلة جمعة، ليلة الدمعة والصرخة، لا تحرم نفسك، يستاهل المسموم. قالت أنا اللي شاهدت أمي ورا الباب، حين اللي هجموا عليها قام الأجناب، صدرها من العصر يا وسفه انصاب. قالت وان اللي شاهدت بويا بكل حال، مرة مكتفينه ويلي بحبال، ومرة يحملون على جتوف الرجال. قالت أني الفاقدة أمي وبي، وانا الجاية أتعافى لخي، يا خويا حسين أخاف يزول في، لو مات الحسن هاليوم يا حسين. شنو قال الحسن؟ خويا شيل الطشت عني، خواتك يا أبو السجاد جني، يردن يشبع شاف مني،
ويردن يا خويا يودعني. دخلت زينب أجالت ببصرها، وقع بصرها على ذلك الطشت، رفعت المنديل وإذا بها ترى أحشاء الإمام مقطعة. يا هنيئا لك تبكي عليه، ماكو أحد يم قبره الليلة. مظلم. شلون قالت لزينب أبيات الدعاء وأسألك الدعاء: هالطشت تخفيه عني، تالي أحزاني تزيد، يا الحسن في طش الثاني انظر لراس الشهيد، يا الحسن وقبال عيني يكسر اسنان يزيد. شنو قالت زينب بذاك مثل هالايام؟ راسك يا خويا حين شفته تلعب عصا يزيد على شفته، بذاك الوقت وجهي لطمته، شلت يمينك يا الضرب. إلهي بالحسين الوجه وجده وأبي وأمه وأخي والتسعة المعصومين بني، اشف كل مريض، فك قيد كل أسير.